حكايتنا بتبدأ مع شخص بيسحب واحدة ست مقتولة للغابات، وبيكونوا بناتها يطلعوا عليها بغضب وحزن. وبينتقل بينا المشهد لطالبة قانون جامعية اسمها سارة، اللي بتكون متأخرة على محاضرتها اللي حتاخذ على أساسها منحة جامعية، وبتوصل بالوقت المناسب وبتقدر سارة تجاوب على كل الأسئلة ببراعة. وبتبتسم سارة لصديقها الوسيم إيريك اللي كانت عاوزة ترتبط فيه من زمان. وبتروح بعدها سارة للبار اللي بتشتغل فيه، وبتدخل فجأة بنت حلوة للبار اسمها أليكس ليتون. وأثناء حديثهم بتغير سارة معالم وشها لما تشوف عدوتها اللدودة بالكلية اللي اسمها بروك داخلة على البار، وبتكون تكرهها لأنها كانت هي الثانية تحاول ترتبط بإيريك. وبتشوف بروك سارة وهي تسرق علبة بيرة، فبتروح بروك وبتقول لصاحب البار عن اللي عملته، مما يؤدي إلى طرد سارة من البار. وفجأة بطريقها للبيت بتشوف سارة أليكس اللي بتكون سكرانة، وبتدعو سارة لتشرب معاها، بس سارة بتكون عاوزة تروح على البيت وترتاح. ولما تشوف سارة حالة أليكس بتقرر توصلها للبيت بسيارة أليكس، لأنه أليكس ما بتقدرش تقود السيارة وهي سكرانة. وبتندهش سارة لما تشوف البيت الكبير اللي أليكس عايشة فيه، وبتعرف أليكس إنه سارة انطردت من عملها، فبتقرر إنها تاخذها على حفلة لتغير جو. بعدها بتلتقي التنتين بنينا اللي بتكون زوجة أبوها لأليكس، وبتنصح نينا أليكس إنها ما تخربش الحفلة بتصرفاتها الطائشة. وبتقول أليكس إنها التقت بنينا اللي كانت مصورة وعرفتها على والدها ديفيد وتزوجته، وبعدها أهملوا أليكس. وفجأة بتدخل بروك وحبيبها إيريك للحفلة، وبتقترح أليكس إنهم يروحوا يسلموا عليهم بطريقتها الخاصة. وبتقول أليكس لبروك إنه إيريك كان ينظر بنظرات عشق لسارة، فبتغضب بروك وبتترك الحفلة. وبآخر الحفلة بتكون أليكس سكرانة على الآخر، فبيمسكها إيريك وسارة وبياخذوها للبيت. بس بمجرد وصول أليكس للبيت بتبدأ تنطنط ولا كأنه كانت مش قادرة تتحرك قبل شوية، وبترقص هي وسارة، وبيدعوهم إيريك لبركة السباحة، فالثلاثة بيبدأوا يسبحوا ويستمتعوا بوقتهم. وفجأة سارة بتقرب من إيريك اللي بتحبه وبتبوسه، فبتغار أليكس وبتحاول تمزح مزح ثقيل مع إيريك علشان ما يقربش على سارة. وبعد ما يغادر إيريك التنتين بيعملن عملتهم مع بعض، وبالصبح بتاخذ سارة قهوة لأليكس وبتطلب منها إنها تكون صديقتها مش حبيبتها. أليكس بتشعر بالحزن بس بالآخر بتوافق على طلبها. وبتتلقى سارة اتصال من الجامعة، وبتكتشف إنها خسرت منحتها فيها لأن عدوتها قالت لإدارة الجامعة إنه سارة سرقت من محل البار. وبقول عم سارة اللي اسمه البروفيسور نولان إنه حيبذل جهده ليرجع المنحة لسارة بأسرع وقت. وبتروح سارة لشقتها وبتكتشف إنها انطردت منها، وبتتلقى سارة بعدها رسالة من أليكس اللي بتستناها برا. واثناء ذهابها لهناك بتشوف بروك بتتكلم مع صديقاتها، فبتغضب سارة جدا لأنه بروك دمرت حياتها بالكامل. وبتقرب سارة من بروك وبتهددها إنها ما تعبثش معاها مرة تانية وإلا حتدمرها تماما. وبتروح سارة وأليكس بنزهة بالسيارة، وبتدخل أليكس محل تجاري وبتسرق وجبات خفيفة، وبترجع للسيارة عند سارة، وبتحكي لسارة بأنها مش الوحيدة اللي بتسرق شغلات من المحل التجارية. وبتكون أليكس عاوزة سارة تشوف المحل اللي كبرت وترعرعت فيه أليكس. وبيكون بيت أليكس قصر كبير تم بناؤه سنة 1800. وبتقول أليكس إنه أمها انتحرت ببركة السباحة لما كانت أليكس صغيرة، وهو الشيء اللي بيخلي أليكس تحب تسبح بهاي البركة تحديدا لأنها بتحس بأنها بتتواصل مع أمها بهالطريقة. وبتاخذ أليكس سارة لغرفة نينا، وبنعرف إنه نينا صيادة وبأنه عندها ترسانة أسلحة كبيرة. وبتخلي أليكس سارة تجرب السكينة، وبالخطأ بتجرح سارة إصبعها، فأليكس بتمص دمها وبتقولها بأنه من الآن فصاعدا نحن صرنا أخوات بالدم. وبتستمتع أليكس وسارة بوقتهن بالخارج، وبيلعبن بحنفيات المية وبيسبحن بالبركة. وبالليل بتكون أليكس وسارة يلعبن على الترامبولين، فديفيد ونينا بيحضروا للمكان وبيطفوا الموسيقى المزعجة اللي كانت أليكس مشغلتها. وبيكون ديفيد هو زوج أم أليكس اللي انتحرت بالبركة، وببهدل ديفيد أليكس وبيحكي لها بأنها لازم ترجع للبيت لما يناديها لأنه خايف عليها. وبتقول نينا إنه أليكس طفلة مدللة ولا تستحق كرم ورعاية ديفيد ليها، فبتغضب أليكس وبتقول بأنه كل النعمة اللي ديفيد فيها كانت بسبب أمها الغنية. وبعدها بتقول أليكس لسارة بأنها مضطرة تبقى مع ديفيد لأنه كل اللي تبقى من عائلتها. وبتقول إنه الناس مثل نينا وبروك ناس بيخلوا أليكس وسارة تعيسين، وبأنه أفضل طريقة للخروج من هالتعاسة هي التخلص من هالاثنين تحديدا. فبتقترح أليكس إنه سارة تقتل زوجة أبوها نينا اللي بتكرهها أليكس، بينما سارة تقتل بروك اللي بتكرهها سارة، وبهيك فمش حيكون في أدلة كافية لاتهام أي من أليكس وسارة، وحيعيشوا حياة سعيدة. وبتسأل أليكس سارة إذا حبت الفكرة، فبتقول سارة بأنها بتحب كل أفكار أليكس حتى لو كانت مجنونة. وباليوم الثاني بالجامعة بتكون سارة تتمشى، وفجأة بيجيها إيريك اللي قال إنه انفصل عن بروك. الاثنين بيبوسوا بعض، وفجأة بتشوفهم أليكس، فبتقول أليكس لسارة بأنها تتوخى الحذر لأنه لو بروك شافت سارة مع إيريك فحتفتح نار الغضب عليها. وبتكون بروك تسبح ببركة، وفجأة بينقطع الضوء عن المسبح، وفجأة بيقترب حد من بروك وبيقتلها وبيترك جثتها تطفو بالبركة. وبنعرف إنه اللي قتلها هي أليكس اللي بتاخذ معاها قلادة بروك. وبترجع أليكس لسارة وهي مبسوطة وبتقولها بأنها قتلت بروك، وبتعطي أليكس قلادة بروك لسارة، وبهيك بصمات سارة صارت على القلادة، فبتخاف سارة وبتكون حتترك أليكس. بس أليكس بتهدد سارة بأنها لو ما قتلتش زوجة أبوها نينا فحتخبر أليكس الشرطة بأنه اللي قتل بروك هي سارة. وبتقولها بأنها ما بتقدرش تهرب لأنه أليكس لبست حذاء سارة لما قتلت بروك، وبرضه خلت سارة تمسك قلادة بروك
وبصمات سارة صارت على القلادة. والدليل الثالث إنه سارة كانت تكره بروك من الأساس وعلاقتهم مش كويسة، وبتحضر الشرطة للبيت وبتحقق مع سارة، وبالآخر بتيجي أليكس وبتدافع عن سارة وبتقول بإنه التنتين كانوا بالبيت لما انقتلت بروك. وبتحضر أليكس وسارة جنازة بروك، وبقول نولان عم سارة لإلها بإنه حيعمل كل اللي بوسعه ليقدر ينقذ سارة من قضية قتل بروك. وبالمشهد الثاني بنشوف أليكس وهي تقول لسارة بإنه معاها أيام قليلة لتقتل زوجة أبوها نينا، وإلا حتخبر الشرطة إنه سارة هي اللي قتلت بروك. وبتروح سارة لإيريك وبتحكي له كل القصة من البداية للنهاية. فبيطلب إيريك من سارة إنه يخلي الشرطة تدخل بالموضوع، بس سارة بترفض وبتقول بإنها ما بتثقش بالشرطة لأن الشرطة أخفت دلائل كثيرة على موت أمها، لأنه والدها اللي قتل أمها كان ضابط شرطة. بس بيكون عند سارة خطة، فبتروح عند أليكس وبتحكي لها بإنه حتعمل اللي عاوزته. فبتحمل سلاح وبتروح لمكان نينا، بس بتكتشف إنه نينا مش بالمكان وبإنه ديفيد مقتول. وفجأة بيقتحم الشرطة المكان وبيعتقلوا سارة. وبالخارج بتكتشف سارة إنه أليكس خانتها، وبتروح أليكس للشرطة وبتقول إنه سارة قتلت بروك، وبإنه كذبت على الشرطة أول مرة لأنها ما كانتش مصدقة إنه سارة يمكن تعمل هالشيء، وبإنه بالواقع أليكس كانت مع نينا لما قتلت بروك ببركة السباحة. وبهيك بنعرف إنه أليكس ونينا كانوا متعاونين مع بعض طول الوقت، وبإنه أليكس خلت نينا تغري ديفيد علشان التنتين بالآخر يقدروا يورثوا ديفيد اللي ثروته تبلغ 50 مليار دولار، واللي أصلا تركتهن أم أليكس لديفيد بعد موتها. وبعدها الاثنين خططن لمقتل ديفيد وخلوا سارة بالآخر تلبس التهمة. وبنشوف عم سارة وهو يدفع مبلغ مالي مقابل إخراج سارة من السجن مؤقتا. وبتقول سارة بإنه الطريقة الوحيدة لإخراجها من هالورطة هي أنها تخلي أليكس تعترف، بس إيريك بيقول بإنه لازم الشرطة تتدخل بالموضوع هالمرة. وبتكون أليكس ونينا يشربوا الكحول مع بعض بقصر ديفيد، وبيكونوا مفكرين نفسهم نجوا من الجريمة. وبتروح نينا لتجيب شوية كحول، واثناء هالشيء برن تلفون نينا، فبتمسكه أليكس وبتنصدم. ولما تشوف إنه في رسائل سرية بين سارة وزوجة أبوها نينا، بتطلب أليكس من سارة إنها تقابلها بالسر. وبتقول سارة لأليكس إنه نينا تنوي عدم مشاركة ال50 مليون دولار مع أليكس، وبإنه أليكس لازم تطلب من نينا إنها تحجز لها نص الفلوس علشان الضمان. وبهيك أليكس وسارة حيقتلوا نينا، وأليكس حتاخذ 90% من الفلوس بينما سارة حتحصل بس على 10%. وبنشوف أليكس ونينا وهم طالعين من مكتب المحامي، ولما يدخلن السيارة بتفاجئ سارة نينا وبتصوب عليها السلاح. وبتكون أليكس محبطة لأنها حبت نينا، بس حاليا حتنجبر إنها تقتلها. وفجأة بتبتسم نينا، وبنكتشف بإنه كل اللي صار كان عبارة عن مسرحية محبوكة، وبإنه نينا وسارة كانوا يشتغلوا مع بعض من الأول علشان يجبروا أليكس تعترف بجرائمها للشرطة. وبعد شوية أيام بتترك سارة إيريك وبتحكي له بإنها بحاجة لشوية راحة لتصفي ذهنها. وبيوم من الأيام بيزور إيريك بيت عمة سارة، وبينصدم بالحقيقة اللي بترجعنا لبداية الفيلم، واللي هي إنه سارة ونينا إخوات غير شقيقات لنفس الأب اللي هو ديفيد، وبإنه هو اللي قتل أم سارة ونينا بالبداية، وشفناه وهو يسحبها بالغابة ليدفنها هناك، بينما سارة ونينا بينظروا له بغضب. وبإنه بعدها سارة ونينا قرروا ينتقموا من أبوهم، وأليكس كانت كبش الفداء اللي لبست التهمة. التنتين بعدها بيروحوا ليزوروا قبر أمهن، وبآخر الفيلم تبعت سارة رسالة لإيريك وبتحكي له بإنها بتتأمل إنه اللي عملوه كان انتقام كافي لأمهم المظلومة. وبهيك بيخلص ملخص فيلم Breaking the Girls. اشترك بالقناة يا صديقي علشان توصلك الملخصات الجديدة من قناة مهندس الملخصات أول بأول، واترك لايك للفيديو لتدعم القناة لتنمو، واشوفكم على خير بالملخصات الجاية.